برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة وصباح القاهرة اليوم الثلاث ويوم جديد ومختلف والاحتفال بذكرى ثورة ال30 من يونيو. كتير جدا من الإنجازات على أرض الواقع شفناها وبتستمر الحقيقة الدولة المصرية في تحديثها وفي تطويرها في الفترة الأخيرة. وكمان يمكن من أهم المجالات اللي احنا يعني موضوع ملموس جدا أو باين وواضح لكل المواطنين المصريين موضوع الطرق والنقل والكباري. شفنا كتير جدا من وسائل المواصلات الحديثة المختلفة والمتنوعة كان في طفره الحقيقه في شبكه الطرق والمواصلات، فهنعرف اكتر تفاصيل عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو صباح القاهره مع الدكتور عبد الله ابو خضره استاذ الطرق والنقل والمرور بكليه الهندسه جامعه بني سويف. اهلا بك يا دكتور، صباح الخير على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومشاهدين حضرتك الكرام، وكل سنه وحضرتك ومصر كلها بكل خير وصحه وسعاده. وخلينا من خلال برنامج حضرتك الجميل نقدم تهانينا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العظيم والمخلص الامين والجيشنا العظيم وشرطتنا الباسله وجازتنا السياديه والشعب المصري كله بمناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو اللي اعادت الدوله المصريه لمسارها الصحيح واللي اعادت بناء دوله عصريه حديثه بنفخر بها في الوقت الحالي، واللي قدرت تجد لمصر موضع تحطها في موضعها الطبيعي واللي تستحقه في ظل عالم بيتشكل من جديد. مظبوط. يمكن ناس كتير جدا بتلمس او الموضوع كان ملموس قوي ناس كتير، موضوع الطرق والنقل والمواصلات، شبكه الطرق كلها عايزين نتكلم عنها مع حضرتك. دي حاجه تانية كمان المواصلات وتعدد وسائل النقل وانواعها بقت مختلفه، ما كناش بنسمع عنها حاجات مثلا القطر الكهربائي المونوريل كل ده. بس خلينا الاول نبتدي مع شبكه الطرق العملاقه اللي على مستوى الجمهوريه. يعني احنا لسه نقول دوله عصريه حديثه بمفاهيم جديده اتبنت منذ تولي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه منذ ثوره 30 يونيو المجيده. اعادت للدوله المصريه شكلها الطبيعي لاستفادتها لتعظيم الاستفاده من مواردها العديده ولتنال ما تستحق من حصص في كافه الاستثمارات سواء كانت سياحيه او صناعيه او زراعيه او غيرها من الاستثمارات بناء على تطوير شبكه نقل القويه، لان النقل هو احد اهم ركائز التنميه المستدامه. النهارده تم اضافه 7000 كيلو متر طرق، أي ما يعادل 30% مما تم إنشاؤه على مدار تاريخ الدولة المصرية. رفع كفاءة تطوير 10000 كيلو متر طرق، وده رقم هائل جدا. 10000 كيلو متر سكك حديد بعد عمل تطوير وإضافة أطوال جديدة وازدواجات وتطوير أسطول النقل السككي بالكامل اللي بيعمل بالديزل. استعادة دور النقل زي الخاص بالنقل الأخضر الصديق للبيئة. النهارده أنا كان عندي ترماي سنة 1869 بدأنا نستعيد بقى الكلام ده، بنينا على الخط الأول والثاني عمل أطوال جديدة، إضافة ليها تطوير الخطين بالكامل، عمل 6 خطوط مترو أنفاق، منهم الخط الخامس اللي تم استبداله بالأتوبيس الترددي. تم الانتهاء من الخط الاول والثاني من تطويره وجاري عمل اضافه اطوال. الخط الثالث تم الانتهاء منه بالكامل، الخط الرابع جاري العمل فيه، الخط الخامس اللي تم استبداله بالاتوبيس الترددي انتهت المرحله الاولى منه والمرحله الثانيه بصدد خلاص الافتتاح. الخط الرابع جاري العمل فيه احنا قلنا، والخط السادس بدا العمل فيه ايضا. نيجي بعد كده للمونوريل، ودي وسيله من اول مره تبقى موجوده عندنا في الدوله المصريه باطوال يعني مصر اصبحت تمتلك شبكه او خطوط مونوريل من اطول يعني خطوط المونوريل على العالم حوالي 100 كيلو متر. انتهت المرحله الاولى اللي هي شرق النيل من محطه الاستاد في يوسف عباس وحتى مدينه العداله في العاصمه الاداريه الجديده. نيجي بعد كده طبعا جاري العمل في الخط الثاني اللي هو غرب النيل من محطه وادي النيل كانت محطه بديله مع الخط 3 متر انفاق وحتى المدينه الصناعيه او المنطقه الصناعيه في 6 من اكتوبر. نيجي بعد ذلك القطار الكهربائي الخفيف ال LRT اللي بيطلع من محطة عدلي منصور، المحطة الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط كمحطة تبادلية بين أكثر من 5 وسائل نقل مختلفة، ليصل من لمحطة بدر كمحطة تبادلية يتجه شمالا للعاشر من رمضان وجنوبا للعاصمة الإدارية الجديدة. نيجي بعد كده القطار الكهربائي السريع بشبكة أطوال تصل ل 2000 كيلو متر وجاري العمل على إضافة أطوال أخرى، يعني منهم 250 كيلو متر من بورسعيد وحتى الإسكندرية. بعد ذلك في الأتوبيسات النقل العام واستبدالها بأتوبيسات كهربائية ذكية، ولسه امبارح كان بيتم تدشين أكثر من 12 أتوبيس كهربائي حديث هيعملوا في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوسائل التحكم والنقل الذكي في كل شيء وترقمنة الخدمات وتسهيل عملية التنقل. وده توجه الدولة بتوجه ليه ان يتم الانتقال للنقل الجماعي الأخضر كوسائل عصرية حديثة آمنة لتقليل الكثافات من على الطرق، وده بيقلل أزمنة الانتقال
وبيقلل ساعات العمل المهدره، وبيقلل معدل اهلاك المركبات، وبيقلل التلوث البيئي، ويحافظ على صحه المواطن وعلى البيئه. نيجي بعد ذلك للنقل البحري كأحد أهم بدائل النقل، واللي مصر وضعت هدف أن من خلاله هيتم تحويل الدولة المصرية لأكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي، من خلال تطوير شامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية، الدخول في شراكات مع كبريات الشركات العالمية المتحكمة في خطوط الملاحة العالمية، واللي على صدد هذا بيتم وضع مصر على خريطة التجارة واللوجستات العالمية كتسويق مجاني للدولة المصرية من خلال هذه الشركات الكبرى، ودي على طول بتفتح المجال لدخول المستثمرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار وفرص العمل. كمان النقل النهري والتوجه ليه بشكل كبير ولاسترجاع دوره مرة أخرى. كل هذه المحاور بالإضافة طبعا للموانئ الجافة كقيمة مضافة للموانئ البحرية والمناطق الصناعية. النهاردة بعد العمل على كل هذه المحاور، الموانئ الجافة يعني نوضح مفهومها ايه للمشاهدين؟ عشان الموانئ الجافة هي بتبقى إدارات خاصة بإنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية الخاصة بعملية التداول، بتبقى موجودة بجوار الموانئ البحرية كقيمة مضافة لتقليل أزمنة الانتظار فيها، وده معنى الوقت، معناه كوست على طول، تكلفة. طبعا بتبقى بجوار الموانئ البحرية أو بجوار المناطق الصناعية لخدمة المستثمرين وتسهيل عملية التصدير والاستيراد الخاصة بالمستثمرين في مصر يعني. بالظبط. فالنهاردة مصر عملت على التطوير بشكل متكامل على التوازي في كل هذه المحاور، بالإضافة للنقل الجوي وتطوير المطارات، وأصبح عندي مطارات من الجيل الرابع وتغير شامل وإضافة مطارات جديدة. عندي مطار سفنكس، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، العالمين، وغيره من المطارات اللي بيتم تطويرها. والنهاردة مصادر واهداف الرحلات في العالم بتتغير، ونظرا للتطوير الدائم والمستمر في في امكانيات مصر من البنيه التحتيه، فاصبحت مقصد كبير للسياحه، فبدات الاعداد بتتزايد في المطارات. النهارده بنشوف مطار الغردقه والاعداد المتزايده في مطار الاقصر، اسوان، وغيرها من المناطق العديده داخل الدوله المصريه الزاخره بالموارد الطبيعيه والسياحيه، اللي الدوله يعني بتعمل على قدم وساق بشكل دائم ومستمر لتطوير من امكانياتها الموجوده للحصول على ما يليق ليها من استثمارات في كافة المجالات. النهاردة بنشوف بناء على هذه البنية التحتية القوية استصلاح أكثر من 5 مليون فدان، أي ما يعادل أكثر من 50% من رقعة مصر الزراعية منذ أن ظهرت الدولة المصرية. المناطق الصناعية اللي بدأت تظهر في محافظات داخلية بفضل المحاور العربية اللي قربت محافظات الصعيد والمنطقة الغربية سواء شمال أو وسط أو جنوب الصعيد بموانئ البحر الأحمر بعد تطويرها، فأصبحت هذه الموانئ بمثابة رئة لهذه المحافظات. تغير كامل في الجوانب عايز اقول ايه، الامن القومي والاجتماعي والاقتصادي، الحاله النفسيه والحاله الاجتماعيه الخاصه بالمناطق اللي كانت محرومه لسنوات عديده من الاستثمارات، وده كان بيولد لي مشاكل كتير، اقلها الهجرات الداخليه اللي كانت دايما بتتجه لمناطق الموانئ في الشمال في منطقه الدلتا والوجه البحري. دلوقتي اصبحت كافه ربوع الدوله المصريه مناطق زاخره بالمشروعات القوميه العملاقه اللي بقت جاذبه للايدي العامله بشكل كبير. هذه المشروعات كمان زي ما قلنا ليها بعد امن قومي، ان انا بعيد اعاده توزيع سكاني، وده كان هدف للدوله المصريه، الاستهداف الوصول ل 14.5% نسبه معمور كان مطلوب تحقيقها في 2050 من 6% معمور داخل الدوله المصريه في 2014. النهارده في 2023 تم الاعلان الوصول ل 14% بفضل المشروعات القوميه العملاقه. المناطق الحضوريه بنشوف النهارده المنطقه اللوجستيه والموانئ البريه في السلوم، والمنطقه الغربيه والاستصلاح والاستثمار الغير عادي، دوله جديده بتنشا في المنطقه الغربيه. يعني انا عندي محافظه الوادي دي تقريبا ثلث الدوله المصريه فيها 250,000 نسمه، فده يعني توزيع غير عادل. فالنهارده شوفي حضرتك اللي بيتم في المنطقه الغربيه والوادي الجديد، محور تنميه جديد من توشكا لشرق العوينات للداخله والخارجه والفرافره والواحات البحريه وسيوه وجغبوب وعندها، منطقه كامله بيتم تطويرها بشكل كامل. دولة تانية بتنشأ في المنطقة الغربية. شوف المثلث الذهبي 2.2 مليون فدان جنوب شرق الدولة المصرية، قنا قفط سفاجة القصير. بنشوف جنوب شرق بنشوف سيادتك الدلتا الجديدة 2.8 كده، قنا قفط سفاجة القصير.
تمام. ده 2.2 مليون فدان. منطقه بكر ذاخره بكافه الموارد الطبيعيه، من مواد محجريه لمناطق صناعيه لزراعيه لسواحل بكر على البحر الاحمر لم تستغل. 2.8 مليون فدان الدلتا الجديده. أيوة. دوله ثانيه بتنشا. بتشوف المنطقه الغربيه وتغير شامل واستثمارات هائله في المجال السياحي. وبنشوف كمان انشاء موانئ جديده، يعني عندي ميناء جرجوب بالمنطقه الاقتصاديه، توفير اكثر من 120,000 فرصه عمل. ما هو ده نقل بحري عشان نسبه البطاله تقل بالظبط. فبنشوف كمان ميناء ابو قير، ميناء حديث هيبقى صاحب اكبر واعمق غاطس في حوض البحر المتوسط 22 متر. عندي ميناء طابه، نقطه استراتيجيه هامه جدا. كمان تعظيم الاستفاده من موارد مصر او من موقع مصر وعبقريته من خلال ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط. وانشاء محاور لوجستيه دوليه على سبيل المثال وليس الحصر، طابه العريش، السخنه، الاسكندريه. دي محاور موازيه لقناه السويس لزياده حصه مصر من حركه التجاره. ده بالاضافه لتطوير كامل للممر الملاحي الاهم عالميا وهو ممر قناه السويس. تطوير شامل في كافه المطلوب في البنيه التحتيه او في الخدمات المقدمه. لسه بالامس القريب فخامه الرئيس كان في اجتماع مع الفريق اسامه ربيع والاطلاع على القطارات، رئيس هيئه قناه السويس، للاطلاع على القطارات الخاصه بعمليه تقديم الخدمات المطلوبه في الملاحه البحريه سواء في قناه السويس او في الموانئ البحريه بشكل عام. التطوير الشامل كمان مع توطين ونقل التكنولوجيا. النهارده تبقى مصر عندها اكثر من 120 ترسانه بحريه. العمل على تطوير هذه الامكانيات الجباره والاستفاده منها. النهارده مصر بتصنع، كان لسه برضو الاعلان عن اكثر من 10 او 12 سفينه من السفن الصيد في اعماق البحار بامكانيات كبيره جدا انها تبقى تصنيع محلي داخل دول مصريه. ده طبعا يعني انجاز كبير وعظيم. وده بيتم في كافه المجالات سواء نقل بحري او نقل سككي او غيره من وسائل النقل العام اللي بيتم الاعلان يوم عن يوم. تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتي وتوفير فائض للتصدير لتصبح كمان صناعات واهم مصادر العمله الصعبه، وتصبح مصر صاحبه يعني نقطه مضيئه في خريطه الصناعات الخاصه بهذا المجال. كويس. طيب احنا عايزين نتكلم برضو على ان المواطن بيحس دلوقتي بانه طرق المواصلات، عفوا اللي هي وسائل المواصلات مختلفه. في دلوقتي اللي هو القطار الكهربائي السريع، تمام، في الاتوبيس الترددي اللي هو على الطريق تمام. الدائري، تمام كده. بدأ ان هو يخفض من الشكل اللي احنا كنا بنشوفه اللي هو الاتوبيس النقل العام بس على الطرق السريعه. احنا كمان المواطن بيطمح لاكتر من كده، ان هو خلاص يشوف يعني عاصمه مصر القاهره من غير وسائل المواصلات القديمه، الميكروباصات، وسائل النقل العام القديمه، كل ده هيتم احلال وتجديده. حضرتك متوقع الخطط اللي جايه او المستقبليه هتكون شكلها ازاي؟ خلينا نقول لحضرتك كان في رؤيه تنتهي، كان في خطه قصيره يعني ومتوسطه الامد تنتهي في 2030. تمام. كان دايما فخامه الرئيس بيقول انا ما عنديش وقت وعايز انهي اغلب مشروعات في 2025. شفنا معنى المقوله دي في 2026 بعد الازمات والتحديات الجيوسياسيه الاقليميه والعالميه اللي اثرت في خطوط الامداد وفي ازمات الطاقه اللي العالم كله شافها. وشفنا قد ايه الدوله المصريه كانت بتسابق الزمن لتحقيق بنيه تحتيه قويه من وسائل نقل اخضر صديق للبيئه والانتقال ليها بشكل كبير. والنهارده بنشوف فايده ده ايه على ارض الواقع. الحاجه الثانيه، اصبحت مصر احد اهم المسارات الامنه في حركه التجاره العالميه، واصبح في يعني طلب للمرور منها بشكل اكبر نظرا للازمات زي ما قلنا في المحيط الاقليمي والتوترات اللي شايفينها. فبقى في يعني لود زياده. مصر سابقت الزمن انها تكون جاهزه وبتعرض نفسها بمفهوم عصري وحديث وامكانيات جباره في الوقت الحالي. بالنسبه للنقل الداخلي، النهارده حضرتك بتشوف ما كانش عندي رفاهيه التاخر في مثل هذه المشروعات. انا القاهره الكبرى في يعني 20% من سكان الدوله المصريه. الدوله المصريه اصبحت من اكبر الدول صاحبه معدل نمو حضري زاد عن ال 2%. ده يعني ان انا عندي كل عام في 700 الف نسمه زياده على المدن المصريه. القاهره الكبرى لوحدها في 2017 تخطت المليون نسمه. خليني اقول لحضرتك كان عندي 223 مدينه بيسكنهم 43% من سكان الدوله المصريه. 56% منهم في القاهره الكبرى والاسكندريه. ولذلك كان لابد من الدخول بشكل قوي ببدائل عديده للنقل وتنظيم مشهد النقل العشوائي اللي كان موجود قبل 2014. مظبوط. تنظيم المساله والتوجيه للنقل الجماعي الاخضر للحفاظ على البيئه وعلى صحه المواطن. وزي ما قلنا
تقليل الكثافات المروريه على المحاور اللي تم تطويرها بالكامل. تمام تمام. طيب خلينا ناخد مع حضرتك برضو نبض الشارع المصري بعد ثورة 30 يونيو، أهم الإنجازات طبعا اللي حصلت، ويمكن على رأسها زي ما حضرتك قلت طبعا شبكة الطرق والكباري والنقل والمرور شفناها طبعا، وكل مواطن على أرض هذا الوطن لامس هذا الموضوع بشكل كبير جدا. ناخد فاصل مع حضراتكم سريع ونرجع نستكمل حديثنا داخل استوديو صباح القاهرة. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة، وبنستكمل معاكم حديثنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو وأهم الإنجازات على أرض الواقع. دكتور عبد الله، مرة تانية بنرجع لحضرتك وبنتكلم على إنه شبكة الطرق في مصر كانت كبيرة جدا، الدولة المصرية كانت مهتمة بيها لعدة أسباب. أول حاجة طبعا تسهيل التنقل للمواطن المصري عن طريق أو بين المحافظات، تسهيل الاستثمارات. المستثمر طبعا في اي دوله بيروح يستثمر بيحط فلوسه وبيشوف هيتنقل ازاي، دي مهمه جدا. كمان انه مصر تكون واجهه حضاريه لكتير جدا من يعني زوارها. كمان نتكلم على الربط ما بين مصر في قاره افريقيا بقى وما بين دول اخرى، يعني كنا بنسمع عن طريق القاهره كيب تاون، في مشروعات على مستوى الدولي كمان مصر في مجال الطرق والنقل ان شاء الله يعني هتستقبل هذه المشروعات. طبعا يعني خليني اقول لحضرتك، هو بعد الربط الداخلي القوي اللي تم وتطوير الموانئ البحريه، موقع مصر موقع فريد ومتميز. مصر لما كانت يعني عايز اقول ان هي لفترات طويله قبل 2014 ما كانتش بتقوم بالدور المطلوب منها في عمليه النقل البحري، ولما فرطت مصر في دورها ده ادى الى ان في كتير من المحيط الاقليمي اخذ هذا الدور. فالنهارده مصر بتقوم من جديد بعد تطوير كامل لبنيه تحتيه، فسحبت بساط من المحيط الاقليمي بشكل كبير، وفرضت عمليه طلب التكامل مع الدوله المصريه في مجال النقل في كافه بدائل النقل بشكل كبير، سواء كان نقل سطحي طرق او سكك حديد او نقل بحري، نظرا لهذا الموقع المتميز واللي الدوله بتعمل دائما على تعظيم الاستفاده من هذا الموقع بمشروعات وافكار عديده، زي ما قلنا المحاور اللوجستيه الدوليه اللي تم الاعلان عنها، واللي شفنا أهميتها، وخصوصا بعد التوترات الإقليمية والطلب على المرور من الدولة المصرية كأحد أهم المسارات الآمنة في حركة التجارة العالمية. فالنهاردة بدأ يبقى في عندي شبكة قوية بتساعد على أن بقى في مرشدات دولية، فعندي دلوقتي الربط مع شمال أفريقيا بالكامل، سواء من خلال الطريق الساحلي الدولي أو القطار الكهربائي السريع من مرسى مطروح للسلوم لبني غازي كنواة للربط مع شمال أفريقيا بالكامل، قطار الكهربائي السريع والربط مع جنوبا حتى أيضا كيب تاون. عندي طريق شرق لعينات لغايه تشاد، وان شاء الله يستكمل لغايه المحيط، وبعد ذلك شرقا لميناء برانيس وميناء سفاجه. يبقى انا بشرح الشبكه او محاور الطرق بشكل كبير للقاره نفسها، وده بيعمل تغيير جغرافي. وكل هذه الطرق بيتعمل عليها قيمه مضافه من مشروعات سواء زراعيه او صناعيه او غيره. حتى شرقا النهارده بنشوف خط التجاره من ميناء الفاو في الخليج العربي وحتى العقبه، ثم من خلال شركه الجسر العربي والانتقال للنويبع وطابه. وانا عندي دلوقتي بجهز، انا عندي 3000 كيلو طرق خلصوا في شبه جزيره سيناء، وعندي كمان 500 كيلومتر سكك حديد جاري العمل فيها، شبكه نقل جباره، الربط بين شرق وغرب القناه اكثر من 23 نقطه اتصال، منها 6 انفاق غير كوبري السلام والفردان والكباري العايمه والمعديات، فده سهل العمليه بشكل كبير. حاليا بيتم الربط ونقل بضائع من ميناء الداخليه في الاسكندريه وميناء شرق بورسعيد والربط مع نويبع. فانت النهارده حضرتك عملت ربط كامل شرقا وغربا وجنوبا وحتى شمالا. النهارده بقى في طلب للدخول في تكامل في عمليه النقل من المحيط الاقليمي والعالمي. خلينا نقول لحضرتك ان تطوير الدوله الموانيه له اثار جيوسياسيه مهمه، بتضع مصر كلاعب رئيسي في حركه التجاره العالميه، وبيزيد من معدل ربط الدوله المصريه بمحيطها الاقليمي والعالمي. والاستمرار في عمليه تطوير المواني بيامن مستقبل مصر الاقتصادي وبيعزز من عمليه التنميه الاقتصاديه وتحسين الميزان التجاري. النهارده بنشوف تكامل مع تركيا واليونان وقبرص وروسيا وامريكا وكل الاطياف وكل الاتجاهات شرقا وغربا دلوقتي بتتجه للتكامل مع الدوله المصريه، وخصوصا ان انا عندي مواني بيتحقق فيها شرط مش موجود في اي مواني في العالم. النهارده مصر لما بدات تقدم الخدمات الملاحيه واللوجستيه لحركه الملاحه العالميه، تميز المواني المصريه انه بيقاس المواني اللي بتقدم هذه الخدمات اهميتها بناء على معدل الانحراف عن خط الملاحه العالمي. فانا عندي المواني المصريه معدل الانحراف بيصل فيها لصفر زي السخنه وشرق بورسعيد. فهنا دي موقع بيتميز بميزه مش موجوده في اي حته في العالم، معدل الانحراف، معدل الانحراف عن خط الملاحه العالمي. انا النهارده في خط ملاحه، خط تجاري عالمي معروف، فدلوقتي في نقاط هامه على هذه
الخريطه الخاصه كويس. بحركه التجاره، بتقدم خدمات ملاحيه ولوجستيه وترانزيت. هذه النقاط بتظهر اهميتها وتقييمها من الشركات اللي متحكمه في حركه الملاحه العالميه بناء على معدل الانحراف عن خط الملاحه للتزود بهذه الخدمات ثم الرجوع مره اخرى لخط الملاحه. فلما يكون عندي معدل الانحراف ده في الكثير من الموانئ المصريه بيصل لصفر، من هنا بتظهر عبقريه الموقع. دمياط النهارده اصبحت بوابه لقاره اوروبا بعد خط الرورو مع ميناء تريستا الايطالي ونقل البضائع الزراعيه سريعه التلف لاوروبا. طبعا وزيه بقى في اسكندريه، في كثير من موانئ في الاسكندريه وفي البحر الاحمر، في سفاجه وفي السخنه. فانت النهارده حضرتك تطوير شامل للموانئ البحريه، وبقى في طلب على التكامل مع الدوله المصريه نظرا للامكانيات الجباره اللي اصبحت بتمتلكها الدوله المصريه، واللي بتعمل الدوله على استكمالها والوصول للهدف المنوط الوصول اليه في 2030 باذن الله. في نقطة برضو مهمة، الحفاظ وصيانة شبكة الطرق والكباري بقى، وضمان ان هي تفضل مكملة. يعني دايما الطرق ما بتتعمل بتبقى في الاول عظيمة جدا، محتاجة صيانة. المفروض الدولة من جانبها تعمل ايه؟ وبرضو هنتكلم على جانب المواطن، بس خلينا الاول نتكلم على شبكة الطرق صيانتها، وايضا المواصلات، صيانة المواصلات، وسائل المواصلات. طيب خليني اقول لحضرتك ان الدولة المصرية اصبح لديها ثروة عظيمة من شبكة نقل مهمة جدا. كويس. وضعت مصر في يعني أوائل الدول اللي في طلب على الاستثمار ليها نظرا لهذه الشبكة اللي أصبحت موجودة. دي ثروة موجودة لدى الدولة المصرية، سواء شبكة الطرق أو غيرها من وسائل النقل الموجودة. كويس. فالحفاظ عليها أصبح من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية، واللي بالفعل اتجهت لتطبيق أحدث تكنولوجيا الصيانة في العالم من خلال أسطول من المعدات الخاصة بعملية الصيانة ورفع كفاءة الطرق بشكل دائم ومستمر، واللي بقت موجودة لدى الدولة المصرية، واللي بتقوم بالفعل باستخدامها على كثير من المحاور الخاصة بالطرق. نيجي للسكك الحديد أيضا، واستخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطوير الدائم والمستمر والتحول لنظام الإلكتروني بدلا من الميكانيكي لتقليل الاعتماد على العامل البشري لرفع درجة السلامة والأمان، مش في السكك الحديد فقط، حتى في الطرق وفي كافة بدائل النقل. مسألة الرقمنة والتحول لل AI اللي هو الذكاء الصناعي في واستخداماته وتطبيقاته في عملية النقل بشكل كبير لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل وتقليل الاعتماد على العامل البشري. النهارده بنشوف المونوريل ذات الحركة بدون قائد. صحيح. يعني احنا دايما بنستهدف احدث التكنولوجيات الخاصه بمنظومه النقل، وايضا الحفاظ عليها وصيانتها والتحكم فيها. يعني خليني اقول لحضرتك النهارده بقى عندي في انظمه للتحكم حتى في القطارات اللي بتعمل بالديزل في السكه الحديد لتهدئه السرعات او ايقاف الوحدات اثناء المسير في حاله كويس. الحاجه لذلك من خلال غرف تحكم مركزيه اصبحت موجوده. لو حصل حادث او حاجه هي بتقدر اقدر اتحكم فيها من نظام الاي تي سي اللي هو الاوتوماتيك تراك كنترول، والتحكم في الوحدات اثناء المسير من خلال غرف مركزيه للتحكم في الوحدات ومراقبتها على طول المسار والسيطره عليها سواء بتقليل السرعه او بايقافها عند الحاجه الى ذلك. ده بيتم في الوقت الحالي تغيير النظام زي ما قلنا الميكانيكي للالكتروني كامل. شفنا المزدانات، شفنا التحكم في التوجيه، كل ده بيتم دلوقتي بشكل الكتروني في كثير من المحاور، واللي جاري العمل على استكمال مشروعات التطوير على كافه الشبكه. زي ما قلنا خطه كانت قصيره ومتوسطه الامد تنتهي في 2030. الدوله بتعمل رغم كافه التحديات الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم كله واللي بيشهدها العالم كله نظرا للتحديات الاقليميه والعالميه وتغير سلاسل الامداد وازمات الطاقه والازمات الاقتصاديه اللي بتحدث نتيجه لذلك، الا ان الدوله المصريه في ثبات في السير قدما نحو تحقيق الهدف المطلوب تحت قياده حكيمه ومخلصه والتفاف كافه ابناء الشعب المصري حول هذه القياده للوصول لهدف مطلوب الوصول اليه. كويس جدا. ده من جانب الدوله، ان يكون في صيانه ويكون دايما في متابعه لكل وسائل المواصلات او شبكه الطرق زي ما حضرتك ذكرت. المواطن بقى نفسه عليه عبء برضو، مش هنقول عبء ولكن عليه ان هو يحافظ على طبعا. دي مقدرات الدوله. يمكن صحيح. حتى احنا شفنا حاجات ايجابيه الحقيقه من مواطنين على السوشيال ميديا. لو حد لا قدر الله بدا مثلا ان هو يخرب في طريق، كتير جدا من الشباب بداوا يصوروه صحيح. ويسلموه للشرطه. صحيح. لانه خلاص الناس بدات تحس انه دي فلوس، ده فلوس الشعب المصري. صحيح. فلوس الدوله، ده كله احنا اللي دافعينه، فلازم نحافظ عليه. برضو حضرتك قول لنا المواطن ازاي يساعد الدوله. هو طبعا تكاتف كل نسيج المجتمع بلا شك. يعني هو اصبح فرض عين على كل مواطن، ويعني واجب وطني الحفاظ على هذه الثروه، لان دي ملكيه عامه لكل مواطن مصري.
تحمل يعني كثير والكثير في الوصول لهذا المشهد اللي موجود عليه دلوقتي. فلا بد من الحفاظ عليها، لان هي هتبقى زي ما قلنا هي ثروه قوميه، صحيح. وسبب في دخول دائم للاستثمارات والمستثمرين وفرص العمل. ده بالاضافه للتوعيه بقى المستمره المطلوبه، لان حصل قفزات كبيره في وسائل النقل، كان ولابد ان يصاحبها عمليه تنوير وتثقيف للمواطن ليواكب هذا التطور. النهارده الطرق قفزت 100 مركز في جوده الطرق على مستوى العالم. صحيح. رقم مش عادي، والدوله بتعمل على انها تكون من العشر الاوائل، كانت 118 بقت 18، والدوله بتعمل على الوصول انها تكون من العشر الاوائل كمان في السكك الحديد وفي النقل النهري وغيره من وسائل النقل. فلا بد من التوعيه المستمره ووضع القوانين اللي بيتم حاليا على ارض الواقع، صح. لتغليظ العقوبه في التعامل مع المستهترين والمخربين الخاصه بهذه الممتلكات العامه للدوله، للردع اللي في حاله القصد العمد في عمليه التخريب. صح. او تدمير المشهد اللي موجود. صحيح. كمان احنا بنشوف برضو المرور، يعني حتى المرور بيساعد المواطن ان هو يكون في مثلا الطرق السريعه، انه في حارات للنقل التقيل في بالزبط. لانه برضو الطرق مش كل الطرق بتبقى ممهده. صحيح. يعني او لا، يعني هي بقت فلسفه جديده دلوقتي، هو فصل حركه النقل عن الملاك لرفع درجه السلامه والامان على الطرق، بالاضافه لتحرير الحركه على الطرق من خلال عمل دورات للخلف سواء بكباري او بانفاق، لمنع عمليه التقاطعات السطحيه، ده لرفع درجه السلامه والامان، وتطبيق مشروع النقل الذكي اللي هو الITS لتعظيم الاستفاده من عمليه النقل على الطرق والتحكم فيها بشكل كامل والسيطره عليها لرفع درجه السلامه والامان والامن على الطرق. يعني انا اقدر اعمل ايقاف للسياره اللي منتهيه الرخص بتاعتها او فيها عليها مشكله. صحيح. والتعامل معاها في حاله اي مشكله بيتم مراقبه الطريق والسيطره عليه بشكل كامل. السياره نفسها او المركبه نفسها زائد السائق كمان. بالظبط. يعني بالظبط. من ناحيتين، اللي هو العنصر البشري زائد المركبه نفسها. ما هو العنصر البشري في حاله عدم التجاوب مع القواعد المروريه وتجاوز السرعه. خليني اقول لحضرتك، ما بقاش في فكره ان انا يعني اهدي عند الرادار وارجع اسرع. لا، لان بقى من اول الستارت بتاعتي بتاع الطريق. صح. عندي مسافه وزمن، فانا بقيت عارف السرعه بتاعت العربيه، ما بقاش في حاجه ان انا يعني ايه عمليه ان انا ازود سرعه. خلاص بقى الطريق كله تحت مراقبه كامله. صحيح. فبتحكم فيه بشكل كامل. تمام. يعني بتمنى طبعا المواطنين يكون عندهم يعني الحس نقول الوطني، ان هو يحافظ على مقدراته، لان هو بالتالي دي مقدرات الوطن ومقدرات الشخص نفسه او المواطن نفسه. فاعتقد ان كلنا هنستفيد على ارض مصر. انجاز كبير جدا، شبكه الطرق والكباري والنقل والمواصلات والمرور، شفنا طبعا طفره كبيره جدا غير مسبوقه، وكل المواطنين حقيقه لامسينها. بنتمنى يا رب دايما الصيانه ومزيد من يعني التوسعه على مستوى الجمهوريه. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا الدكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق والنقل والمرور بكليه الهندسه جامعه بني سويف. شرفتنا ونورتنا يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بكل خير. مشاهدينا بنستكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده من صباح القاهره وثوره ال30 من يونيو وذكراها مع المواطنين بعد هذا الفاصل.